السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ عساكم طيبين. يعطيكم ألف عافية على 459 مشترك. بيض الله وجهكم ما قصرتم. تنبيهتين بسيطتين يا شباب. أول شيء بوتاتي الرسمي بي توثق والاحتياطي توثق ولله الحمد. إن شاء الله نوثق البوت هذا اللي بنسوي عليه الشرح اليوم اللي هو بي تيكت. بوت تقريبا حق تيكت ويفيدك تيكت عربي بالكامل. أه ما بكثر في الكلام، بس حبيت انبه شغلتين. معليش. أه متى بتنزل كيف تصمم اعلانات في الفيلم؟ لما نوصل 500 مشترك شدوا حيلكم. انا جهزت المقطع وجهزت كل شيء، فقط ارفع اليوتيوب. حتى صورة المقطع صممتها وخلصتها. أه اتمنى منكم يا جماعة الخير انكم توصلون ل 600 مشترك باسرع. 500 معليش، 500 لما نوصل 500. 500 في اسبوع اسبوعين لما نوصل على طول انا بنزله. وان شاء الله ان شاء الله بفتح لكم بث بعد يومين اللي هو يوم الخميس العصر وبالليل. العصر وبالليل خليك مركز على الساعة 3 4 على حسب، يعني بشوف الوقت اللي يناسبني وبفتح لكم بث. أه مو هو موضوعنا هذا، موضوعنا البوت حقي. بحط لكم سيرفر السبورت تحت، ادخلوا اذا ما عرفت تضيف البوت او شيء هم بيعلمونك وبيضبطونك. اول شيء بتسويها يا عزيزي انك تجيب تضيف البوت. كيف تعرف امر البوت؟ بتشوفها مكتوب هاشتاج هيلب. هاشتاج هيلب، اجي اكتب هاشتاج هيلب. حلو. فتح تكت، شعار عشوائي، ترحيب عشوائي، معرفة رصيدك اللي هو الكريدت ويعطيك رصيد. حلو. خلونا اول شيء نبدأ فيه الشعار العشوائي، او مثلا نبدأ يعطيك هذه كريدت. تكتب كذا كل 24 ساعة يعطيك كريدت 250. طبعا انا باقي لي 7 ساعات. حلو. تعرف كم عندك؟ تكتب كذا يقول لك رصيدك هو 250. طبعا ايش فايدته؟ تقدر تشتري فيه بوت برايم واشياء ثانية في المستقبل طبعا. وحاليا ما بعد ننزل الاسعار. هذه شرحنا اول امرين على السريع. ترحيب عشوائي. ها، يعطيك ترحيب عشوائي. شوفوا كل شوية يعطيك ترحيب اللي كتبت. لوجو عشوائي. طبعا في شيء متحرك في شيء مو متحرك. شوفوا. والله صور كثير كثير في كثير كثير كثير. لو بقعد من اليوم لبكره وكل شوي نطور عليها. حلو. لفتح التكت هو الاساسي. حلو. انا اجي مثلا اكتب كذا. خلينا اقفل التكت حقي عشان ما منشنها. كذا بيقولك لفتح تذكر الرجاء الضغط على تكت. تضغط كذا يفتح لك تكت. الدعم سيكون معك قريب. لإغلاق التذكرة تضغط كذا. تضغط كذا يقول لك دعم فني بالخاص في البوت. تضغط القفل إعادة فتح التذكرة. شوف كيف ترجع تكمل في التذكرة. تكتب مرة ثانية اللي هي مثلا جيت انت خلصت موضوعك. ثواني. يا الله علق ولا ايش السالفة؟ مثلا جيت انا هنا بقى بقفل التيكت خلاص، بس اضغط كذا وكذا. مثلا خلونا نشوف خوي فتح تيكت. شوفوا طبعا انا لان عندي رتبة هو عضو اللي هو عنده مشكلة ما حد يقدر يشوف الا اللي عنده ادمنستريتور. مثلا والله انا مثلا احطه بس في شات التيكت خلاص كذا. ارميه بس في شات التيكت. ثواني خلوني امسح هذا. ارميه هنا في شات تفتح تيكت وخلاص هو بيضبط تيكت هنا وخلاص. طبعا الظاهر ما يجيك تفتح تيكت ثاني. ايوه، حتى لو انت صاحب السيرفر عشان ما يصير في سبام وما سبام. يعني بود جميل جدا. شوف اخوي فتح تيكت. آه جرب جرب افتح. الله، جرب افتح تيكت ثاني وانت فاتح تيكت او من اول. خلونا اللي اكتب له. شوف بيجي هنا بيضغط. شوفوا كيف جاء بيضغط. شوف انتظر.
شوفوا ضغط يبي يفتح ما يقدر. ما تقدر عشان ما تسوي سبام تكت. ريح بالك لا حد يسوي تكت كثير يشغلك. مستانس ما في سبام تكت. طبعا هذا الروبوت بسيط جدا. لو تبي تعدل مثلا انت بتكتب مثلا هنا عشان تفتح تكت، مثلا تكتب ثواني بس، تكتب مثلا كذا تكت، مثلا تكتب سيرفري مثلا انا بغيره بسميه 44. نجي نكتب هنا 44 واي كلام تبي شوفوا نكتبه لك في البداية في البوت، مثلا عرب. شوفوا حط لك عرب هنا. يعني باختصار بوت جاهز، تجي انت تضيف عليه الكلام اللي تبيه وخلاص. اتمنى انكم تنشرون البوت وتعرفون كيف طلعت عقله عشان اسوي بس هذا البوت. يعني قعدت بالاسابيع انا مع الشخص هذا ما قصر معي عشان نطلع البوت بافضل شيء، بافضل يعني طريقة. طبعا شوفوا في 27 سيرفر، لازم نوصل 75 سيرفر، وباذن الواحد الاحد لو اوثقه لكم ان شاء الله اذا الله كتب ان نوثقه. بس نبيكم تنشروا البوت، بوت عربي احسن من البوت التكت هذاك اتوقع. يب تقدرون يا شباب، تقدرون في اسبوع، في اسبوع فقط، في اسبوع واحد فقط، طبعا نتي شوية، في اسبوع فقط اذا وصلنا، خلوني اسمع خي، اذا وصلنا في خلال اسبوع 75 سيرفر، ما هي وهمية ترى، اقدر اشوف السيرفرات الوهمية والمو وهمية، ولا تسوي مثلا تدبيل تدبيل عشان يا شباب ياخذون كريدت، ترى اقدر اضربك بلاك ليست واطيرك من البوت وريح راسي. فلو وصلنا لمدة اسبوع 75 سيرفر ما هي وهمية، حلو، بضيف لكم في البوت كود اغاني بإذن واحد لحد إن شاء الله نقدر عليه. بس نبي نوصل 75 سيرفر، الله لا يهينكم. لا وش الله لا يهينكم، الله ما يهين عبد، استغفر الله. يعني جبت العيد حلو حلو. أتمنى منكم تنشرون البث. تكت جميل، ولو أنت صاحب السيرفر ولا إنك أونرشيب تقدرون. يعطيكم ألف عافية، انشروا البث في كل مكان. لو أنت صاحب متجر انشر البث. طبعا أنا لو بتقول نصاب، انا ليش انصب عليك؟ انا لا هكرت سيرفرك مثلا، ايش بستفيد بالعقل؟ يعني انا قد تهكر سيرفري وانا قد صاحب سيرفر كبير وانا عندي بوتات موثوقة، واصلا لو صار شيء تروح تقدر تبلغ علي عند الديسكورد. هنا انا اللي بتضرر فيها، دفع مبالغ مادية غرامات. يعطيكم الف عافية، انتظروني في البث الجديد. يعطيكم العافية، لا تنسون ال75 سيرفر وال500 مشترك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.